بعد مشروع مسرح مصر اتكلمت تاني ان انت بتعمل مشروع دلوقتي اسمه سكسي، كلمنا بقى عنه. هو سكسي كلمه فرنساوي معناها اللي هو تقدير او تسقيف. ايوه بالنسبه لل حتى يقول لك فلان ده طلع على المسرح خد سكسي ربع ساعه اللي هو تسقيف، صح. فليه علاقه بالتسقيف. فهي الفكره ان في فرق كتيره جدا فيها ناس موهوبين كتير جدا على مستوى مصر كلها. فانا زي ما قلنا مسرح مصر او تياترو مصر مثلا طلع معايا 20 حد والحمد لله النهارده كلهم ما شاء الله نجوم. فكان هاممني النقطه اللي بعد كده، النقطه اللي بعد كده يبقى التجربه ملهاش علاقه بمسرح مصر وفي نفس الوقت يظهر منها شباب جداد. فالشباب الجداد دول موجودين في الجامعه، موجودين في فرق الهواه. فانا عملت فيديو نزلته على السوشيال ميديا وقلت لو انت عامل مسرحيه ومصورها ابعت لي المسرحيه على اللينك ده. اوكي. فاتبعت لي 600 مسرحيه. يعني لما بنقول مصر ولاده هي فعلا محافظات مصر كلها فيها فرق هايله، جامعات كلها فيها فرق هايله. فاوكي هو ده اللي احنا عايزينه. فابتديت انا ومعايا فريق يبتدي يتفرج ويصنف المسرحيات ويعمل تقارير عنها ويبعتها لي وانا اتفرج عليها. لقيت مسرحيه يجوز انها تبقى الناس يتبسطوا منها فبرشحها تيجي تتعرض على مسرح الريحاني في المشروع بتاع سكسي. فعرضت لغايه دلوقتي بقى لي سنه حوالي 12 مسرحيه، غير الستاند اب كوميدي، غير الفرق اللي بتعمل تجارب جديده ليها علاقه برقص، ليها علاقه بالارتجال. يعني في فرقه مثلا جت عرض الفرقه اسمها ارتجاليه، هي جايه من كلمه ايه؟ الارتجال. المسرحيه اللي هيعرضوها دي مين اللي هيكتبها؟ الجمهور. الجمهور هو اللي بيكتب، الجمهور هو اللي يقول الافكار. يعني ايه الجمهور يكتب بقى؟ يعني انت دلوقتي قاعده مع الجمهور تبتدي تقولي وجهه نظرك، تقولي جمله انا عايزه البنت دي تبقى دكتوره، فحد تاني يقول بس متجوزه، حد تالت يقول مش عارف ايه. يعني بيحصل انتراكشن بين الممثلين والجمهوريين وياخدوا من الجمهور ويعرض. اوكي فكره هايله وليها علاقه بالارتجال برضه.